إن لدينا في البيوت نساء يطبخن بالدموع بدلا من الزيت، ويصطلين بنار القهر قبل نار الموقد. تلك المرأة التي جعلتموها في دياركم كالعبدة المملوكة، تعامل كخادمة لا كأم ولا كزوجة. فيا ويلكم من الله يا من تظلمونهن، ويا لشقائكم يوم تنصب الموازين، ويا لشقائكم يوم تنصب الموازين. أيها الرجل ما أطيب شمائلك في الشوارع وبين الناس، وما أنزل طباعك في بيتك تدخل دارك كأنك طاهش. عبوس ترى زوجتك الحامل تكافح لهب الأفران وهي تحمل جنينها في بطنها، فتشتوي بنار الخبز حتى يتغير وجهها، ويصرخ طفلها فترضعه، ثم تنطلق لتغسل الأذى عن ذلك الطفل، ثم تعود لتلبي نداءك وقد أقبل ضيوفك. والله لو كانت آلة من حديد لتعطلت من ثقل ما تحمل، فلماذا لا ترحموهن؟ يأتي العيد والناس في فرح وهي لا تعرف إلا سعير المطابخ، تهيئ لك ثيابك لتخرج في أبهى حلة بين الرجال، وتفترش تلك المرأة الأرض تعبا. ويأتي رمضان وهي صائمة مرهقة تطبخ وتعمل وأنت في غطيط نومك، ثم بدلا من كلمة شكر تقوم عليها غاضبا سابا لاعنا لها ومهينا. وحسرتاه على رجولة ماتت. إنني لا أعرف رجلا استدعى ضيوفه وبينما كانت زوجته تسابق الزمن لتقدم الطعام تأخرت لحظة، فقالت برفق اصبر قليلا يا زوجي سآتيك بالطعام الباقي. فإذا بذلك الزوج المجرم يأخذ ذلك الحساء الذي يغلي ويصبه على وجهها أمام أطفالها، فعادت إلى المطبخ تكتم صرختها وتمسح حرقة دموعها كي لا يشعر الضيوف بشيء، والضيوف يأكلون طعاما مجبولا بقهر تلك المسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الزوج الظالم أبشر بسخط الله، أيها الزوج الظالم أبشر بسخط الله، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. حبستها عن أهلها وحرمتها راحتها ومددت يدك الأثيمة لتضربها، فأي خزي هذا. والله إن النساء ليقمن بعمل جبار لا يطيقه الرجال في البيوت، ولو جربت أن تقوم بمقامها يوما واحدا لهلكت. ألا فاتقوا الله في الأسيرات الذي وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم القائل استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ألا فرفقا بهذه القوارير، ولا تكونوا وحوشا في البيوت وملائكة في الخارج. أكرموهن فإنهن أحق بالابتسامة، أكرموهن فإنهن أحق بالكسوة، أكرموهن فإنهن أحق بالجلوس معهن. لا تجلسوا مع الرجال وتمازحوهم وتضحكوا معهم، وإذا رجعتم إلى بيوتكم أهنتموهن وهجرتموهن وضربتموهن. هذا جرم عظيم، هذا ظلم عظيم. ستقفون بين يدي رب العالمين وستسألون وتحاسبون، ووالله لن تضيع تلك الدموع بين يدي رب العالمين.